الإنسان الحكيم هو شخص بيطبّق اللي اتعلّمه واللي فهمه واللي مؤمن بيه، لكن الفيلسوف هو واحد بيكرّر كلام الحكماء ونِفْسه يكون على طريقهم، لكنه للأسف مش ملتزم بالقدر الكافي ولا بيعمل من ده القدر الكافي اللي يوصّله للحياة الكويسة اللي بيتمناها. علشان كده الفلسفة في معناها وده طبعًا باليوناني هي حُب الحكمة، اللي هي في عمقها البحث عن الحياة الجيدة. خُد بالك إن حُب الحكمة مش حُب المعرفة، علشان كده كتير جدًا من الفلاسفة بيُقفوا عند نقطة جحيم الوعي، لكن الحكيم بقدر معرفته بالتضاد فاهم كويس جدًا إن بقدر معرفته، بقدر تطبيقه، بقدر راحته، وعلشان كده المعيار الأول للحكمة هو الانتصار على المخاوف، فالحكيم عارف إن في مخاوف مش بينكرها، عارف إن هي موجودة وعلى الرغم من علمه بيها إلا إنه بيواجهها وبينتصر عليها بإذن الله، فبيبقى أكثر نضجًا ووعيًا وبيوصل لمنزلة أعلى من الحكمة، وده لأن الخوف نفسه مقيد، والمقصود بالخوف هنا لما الخوف يبقى هوية، يبقى سلوك، يبقى حاجة بتمنع الإنسان من كل حاجة تانية، وده معناه إن اللي بيكون عنده رهاب مثلًا واصل لمرحلة الهوية بيكون إنسان شرير، لأن أكتر إنسان أذاه هو نفسه، أذى نفسه عاطفيًا ونفسيًا، مش بس كده، ده معناه إنه متمركز حوالين نفسه، لأنه عارف مخاوفها وعلى الرغم من علمه بيها إلا إنه مش قادر يواجهها ولا قادر ينتصر عليها، فعلشان كده بيعيش في الدايرة دي بنفسه، هو اللي سبب ده، ويمكن ده بيرجع لفهم خاطئ لمبدأ الشجاعة نفسه، لأن الإنسان الشجاع فعلًا مش اللي بينكر الخوف، ولكن اللي عارف بوجود الخوف، اللي خايف فعلًا ومع ذلك مقدام، ومع ذلك بيواجه وبيحاول ينتصر على المخاوف دي. من أهم الأمثلة الموجودة سيدنا لقمان. سيدنا لقمان عليه السلام هو ولا نبي ولا رسول، ولكنه واحد من أكتر الناس المهدر حقهم على الرغم من وجود سورة كاملة في القرآن الكريم باسمه، ولو بتشوف الفيديو ده فيمكن يكون إشارة ليك علشان تروح تراجع السورة دي وتشوف اللي فيها. لقمان الحكيم عليه السلام كان بينصح مش من باب التنظير ولا من باب التمني، ولكن من باب الواقع، المؤمن بوجود الإيجابية والسلبية، بوجود الداخل والخارج، بينصح من باب المؤمن بوجود الاتنين، مش بينكر السلبي في محاولة لخداع نفسه أو التمني، ولكنه بيذكره، وعلى الرغم من ذكره لده إلا إنه بيذكر حل لده، والحل ده هو اللي بيساعد في المواجهة والانتصار بإذن الله. لما تقرأ تاني سورة لقمان وتعرف اللي فيها، ساعتها بس هتكتشف إن فعلا ده مثال عظيم، لأنه ما كانش ضعيف ولا باع وهم ولا أنكر الواقع ولا قال لابنه إن الحياة وردي، ولكن قال له إن في شر وفي ظلم وفي أذى، وفي أذى داخلي وفي أذى خارجي، لكنه عرفه إن في النهاية أنت مسؤول عن ميزانك أنت، وده مبدأ الناس اللي جربت وفهمت، مش الناس الحالمة. ببساطة جدا لو قرأنا وصايا لقمان الحكيم عليه السلام من منظور علم النفس، هنلاقي فيها المرونة النفسية وبناء الهوية النفسية، هنلاقي فيها تعزيز الضمير وده داخلي، وتعزيز الشفافية وده ذكاء اجتماعي، هنلاقي فيها العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى، والعلاقة مع الناس، والعلاقة مع النفس، هنلاقي فيها إدارة القلق، وهنلاقي فيها إدارة المشاعر، هنلاقي فيها التواضع وإدارة الانفعالات والمسؤولية الاجتماعية بنفع الإنسان في البيئة المحيطة والمجتمع، وغيرها كتير. وهو ده الحكيم الحقيقي، الحكيم الحقيقي اللي قادر يفكر بحرية ويسمع ويناقش ويفكر ويحلل ويتعلم وينصح من غير تقييد، من غير ما يسلب حرية الآخر. الحكيم الحقيقي اللي قادر يحب بجد، الحب الصادق مش إنه بس شايف نفسه، الحب اللي فيه مصلحة من تحب مش مصلحتك الشخصية. وكمثال بسيط جدا على ده، لما تلاقي واحد بيقطف الورد فتقوله بتقطف الورد ليه؟ يقولك بحبه. الحقيقة أنت ما بتحبش الورد، أنت بتحب الشعور اللي الورد بيديهولك، أنت بتحب المصلحة اللي بتجيلك من ورا قطف الورد وإهدائه لحد تاني، لكنك لو بتحب الورد فعلا كنت سبته يعيش، كنت رعيته. أو لما تلاقي واحد بيحب الصيد فتقول له بتطلع السمك من المية ليه؟ يقول لك بحب السمك. أنت ما بتحبش السمك، أنت لو بتحب السمك كنت سبته يعيش، لكن أنت بتحب طعم السمك أو الشعور اللي هو بيديهولك. أنت بتحب الصيد ما بتحبش السمك، ولازم تكون واضح مع نفسك كويس جدا في ده. ودي مجرد أمثلة ليس إلا. وفي علم النفس الإيجابي زي ما اتكلمنا قبل كده، الإنسان دايما بيعاني من حاجتين، الماضي والمستقبل، لوم وحسرة وشوق للماضي، أو خوف وقلق من المستقبل. الأول في معظمه حنين،
والتاني في معظمه أمل. لكن الأمل في القرآن الكريم لهو، ويلههم الأمل فسوف يعلمون. حتى الإغريق نفسهم شايفين إن الأمل ده أسوأ من الآلام، لأنه بيوهم الإنسان، بيعيشه في دايرة بلا سعي أو متعة أو قدرة. الأمل هو شعور بالنقص، لأن أي حاجة الإنسان بيأمل فيها هو مفتقد ليها. يعني لو واحد بيأمل في العمل فهو مفتقد للعمل، ولو بيأمل في الأولاد فهو مفتقد إليهم، ولو بيأمل في المال فهو مفتقد ليه، يعني هو فقير، وهكذا. وده في نظرهم مش من الحكمة خالص، لأنه شيء سلبي بيدل على النقص، وما دام الأمل موجود فالنفس خاضعة. لكن الأهم من الأمل هو السعي. الإنسان عارف إن السعي سبب، ومع ذلك بياخد بيه ومش مقصر. وجاله بعد كده الوعد: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فالموضوع يقيني، وده معناه بكل بساطة إن الإنسان ده عايش الحاضر، بياخد بالأسباب فيه وبيحاول يستعد للمستقبل، مش بس خايف منه ولا متعلق بالماضي. وهو ده الحكيم فعلا، الحكيم اللي شايف ماضيه وعارفه كويس جدا من غير ما يسمح له إنه يسحبه ويعيش فيه تاني، اللي شايف المستقبل لكنه مش مستعجله. ويا ريت لو حابين تعرفوا أكتر عن الفلسفة والحكمة من وجهة نظر أوروبية تشوفوا الفيديو ده اللوك فيري. فالحكمة مش إلغاء الأمل ولا قتل الخوف، الحكمة إنك تتعامل معاهم رغم وجودهم. الحكمة إن على الرغم من إنك عارف إنهم موجودين إلا إنك ما تسيبش حاجة منهم تسوقك. تكون عارف إن أنت صاحب القرار والمسؤول، وأنت اللي هتتحاسب. فحاسب نفسك، وطول ما أنت عارف الصح ما تعملش حاجة غيره. سلام.